أهلا بيكم يا حبايبي في حلقة جديدة عميقة، واسمعوني كويس لأنها هتكون صادقة لدرجة توجع شوية. دي كوشش بلوستر مع كليو، المكان اللي بنحس فيه اللي خبيناه كتير، اللي منخاف نقوله، واللي ساعات بنتكسف نعترف إنه جوه قلبنا. هنا ما عندناش تجميل، ما عندناش تمام الحمد لله، ولا عندنا أقنعة. عندنا حقيقة، وعندنا نفس بتتراش، وقلب بيحاول يكمل، وحياة لسه ماشية حتى لو اتكسرت في النص. أنا الفترة دي كنت في الريهة، ورجعت مش بنهاية سعيدة، بس رجعت بحاجة أهم بكتير. رجعت بنهاية أقدر أكمل منها، ونهاية أنا راضية بيها. عارفين، طول عمري كنت مستنية اللحظة اللي حد يقول فيها وخلص والدنيا هتبقى تمام. بس الحياة مش قصة قبل النوم. مفيش ولو ما ماتوش عاشوا في سعادة للأبد، ومفيش كان يا مكان. أنا حكايتي ما ابتدتش كده. حكايتي ابتدت من الفوضى، ابتدت من حمل تقيل، من وجع كبير، من طفلة اضطرت تكبر قبل وقتها، ومن ست شالت فوق طاقتها سنين. وعشان كده النهاية اللي وصلت لها هنا في الريهة ماهيش نهاية سعيدة، بس نهاية صادقة، نهاية إنسانية، نهاية تخليني أقف على رجلي وأتنفس وابتدي من جديد. أنا هنا فهمت حاجة عمري ما كنت شايفاها بوضوح، إن الارتداد مش معناه إنك رجعتي ورا، ولا إن الدنيا رفضاكي، ولا إن حد سابك. إحنا بنشيل وجع قديم جوانا، وجع بيصحى أول ما حاجة مش بتمشي على مزاجنا. اللي بيتوجع مش دايما الموقف، اللي بيتوجع هو الجرح القديم اللي بيصحى تاني. لما قالولي في الريهة مفيش تمديد مش هيفيد، اللي سمعته ما كانش الجملة دي. أنا سمعت أنتي مش كفاية، أنتي مش محتاجة، إحنا مش شايفينك. لكن الحقيقة أنا كنت بسمع الماضي مش الحاضر. الطفلة اللي جوايا اللي اتعلمت إن احتياجاتها كتير على الناس صحيت، والست اللي اتحملت كتير افتكرت. ولأول مرة سمعت جملة غيرت حياتي. القبول الجذري مش معناه إنك مبسوطة، معناه إنك بطلتي تحاربي الواقع. وأنا كنت بحارب كل حاجة. كنت بعاقب الحقيقة لما بتضايقني، وكنت بعاقب نفسي أكتر. والله كنت بعاقب نفسي بالانسحاب، بالصمت، بالسقوط الداخلي، وبالهروب من الإحساس. كنت بحس إنه لازم أدفع نفسي تمن كل ما حاجة ما حصلتش زي ما أنا عايزة، لحد ما فهمت أنا مش مستاهلة عقاب، ولا حتى لو الدنيا مش ماشيالي، ولا حتى لو اتجرحت، ولا حتى لو ضعفت. أنا مش لازم أدوس على نفسي عشان أستاهل الراحة، ولا أستاهل الحب، ولا أستاهل الهدوء. أنا استاهلتهم من زمان، أنا بس ما كنتش عارفة. ومن أكتر الحاجات اللي وجعتني هنا هي إني اكتشفت قد إيه أنا ضيعت على نفسي لحظات ومواقف وناس، مش لأنهم وحشين، لا، لأن خوفي كان عالي، لأن الدفاعات القديمة كانت بتتكلم بصوت عالي قوي. كتير كنت بقفل الباب قبل ما حد يخبط، وكتير كنت بهرب قبل ما أسمع الكلام كله، وكتير كنت بسحب نفسي من مواقف كان ممكن تبقى جميلة ولو دقيقة واحدة. والحقيقة اللي ضاع ضاع، بس اللي جاي لسه في إيديا. اتعلمت إني مش لازم أسرع، مش لازم أرد، مش لازم أثبت حاجة، مش لازم أعمل دراما. اتعلمت أعمل اللي عمري ما كنت بعرف أعمله، أحط فاصلة بدل النقطة، أسيب مساحة، أتنفس، وارجع للحظة بعينين هادية. أنا مش محتاجة أركب كل حاجة فوراً، ولا أفهم كل حاجة فوراً، ولا أصلح كل حاجة فوراً.
أنا محتاجة أكون حاضرة وبس. وفي نص كل ده رجعت لي طاقتي، الطاقة اللي كنت فاكرة إنها ماتت، اللي كانت دايماً بتضحك بسرعة وبتدخل القلوب بسرعة وبتملى المكان وبتخلي الناس ترتاح وبتخلي الدنيا أهدى وأدفى. رجعت طاقتي اللي بتلمع، الطاقة اللي تضحك بجد، الطاقة اللي تتحرك من غير خوف، الطاقة اللي كانت مستخبية تحت الوجع. ولما رجعت بصراحة اتخضيت، قلت إيه ده؟ دي فعلا أنا. ممكن الصوت ده يبان غرور، بس لا، أنا مش مغرورة. أنا فاهمة أنا مين، وفاهمة قد إيه تعذبت عشان أرجع لنفسي. وأنا هاخد الإحساس ده، هاخده بقلبي جامد وبامتنان وبعقل فاهم. دي مش طاقة من برا، دي طاقة أنا اللي رمتها في الدنيا ورجعت لي. وبعدين كان في الناس اللي قابلتهم هنا، اللي ضحكوا معايا، اللي سمعوني، اللي حضنوا صمتي قبل كلامي، اللي شافوا فيا اللي أنا نسياه. هم قالوا لي الحقيقة من غير ما يقصدوا، انتي ما ضعتش، انتي بس كنتي هادية. كلامهم فكرني إني اللوتس اللي بتطلع من الوحل وبتزهر وبتعيش وبتجبر وبتنضج. وفكرني إني الملكة في حكايتي، مش ملكة بتأمر، ملكة واعية، ملكة شايفة نفسها، ملكة ماسكة نفسها. طاقتي بتلمس الناس من غير ما أعمل حاجة، من غير ما أتكلم، من غير ما أحاول، مجرد إني موجودة. وأنا دي أول مرة أشوف ده من غير ما أتكسف، من غير ما أقلل منه، من غير ما أهرب. لا، أنا باخده وبفتخر بيه وبقول أيوة، أنا ودي طاقتي، وده نوري، وده حقي. وفي الآخر أنا ما طلعتش من الريحة بنهاية سعيدة، بس طلعت بحاجة أكبر، طلعت بنهاية أقدر أعيش بيها، أقدر أتنفس بيها، أقدر أكمل بيها. وأحياناً ده أهم من النهاية السعيدة. يمكن اللي هنا مش نهاية، يمكن دي بس البداية للحاجة اللي أخيراً مسموح لنا نحسها. لأن الشفاء مش هدف، الشفاء رحلة، ومش يادي حتى لو بيوجع. وبفكر كتير قد إيه التغيير بيبتدي بصوت واطي وبيدوي جوانا لما نسمح له يخش. وهنا يجي دورك، عايزة أعرف إيه اللي حركك، إيه اللي وجعك، إيه اللي فكرك بنفسك. سبيلي كومنت تحت آخر بوكست على إنستغرام على كاوتش فليستر تنتلمت تنتكلاو، وأنا بوعدك أنا بقرأ كل كلمة. ولو تعرفي حد محتاج يسمع الكلام ده ابعتيله الحلقة. ولو حسيتي إنك متشوفة سيبي قلب وتوب كاست وخلبيكي معايا باللكاي لحد اللحظة اللي هنمس فيها تاني، يمكن فوق